هل دكتور أحمد قراراته من دماغه ولا كان بيرجع لحد معين؟ بصي، هو انا تربيتي كانت اعتماد على النفس. فلو احنا بنتكلم ان هي المرحله اللي هي قبل الجواز، اصلا كان والدي ووالدتي دايما مديني حريه اختيار كل قراراتي، بمعنى كل قراراتي، مفيش حتى اللي هو نوع من انواع اللي هو تدخل. بعد ما اتجوزت، لان انا مراتي شبهي يعني نفس التفكير او الكلام ده كله، فبنتناقش مع بعض. ساعات باخد طبعا قرارات طبعا بعيده عن اللي انا ناقشها فيها، بس لما بنرجع بقى نتناقش بنلاقي اللي هو دايما بنوصل اللي هو دايما قراراتنا هتكون نفس المنطق. وده عشان خاطر كده بقول فكره اللي انت يبقى دايما الجوز اللي شبهك، اللي بيفكر بطريقه تفكيرك، فتلاقي دايما بتوصل. ولكن طبعا في بعض قرارات كتير قوي الواحد بياخدها غلط في حياته. يعني مش هقول لك لا، مفيش. اصل هو مفيش بني ادم ناجح. هو البني ادم ده عباره عن شخص فشل كذا مره وبينجح، يفشل كذا مره وينجح. مفيش حاجه اسمها نجح على طول، ديت مش موجوده في الدنيا يعني. فبالتاكيد في قرارات غلط وفي قرارات صح. مش نازلين ملايكه يعني يا جماعه، لا طبعا.